أهلا بيكم. كلنا بنحلم بالحرية المالية، صح؟ طيب النهاردة هنتكلم عن خطوة ممكن نقول إنها من أهم الخطوات عشان نوصل للحرية دي، وهي تنويع مصادر الدخل. يعني إزاي نبني لنفسنا شبكة أمان مالية قوية بدل ما نبقى معتمدين على حبل واحد بس ممكن يتقطع في أي لحظة. طيب، خلينا كده نبدأ بسؤال صريح جدا. تخيل معايا كده للحظة إن كل دخلك بيجي من مكان واحد بس، شغلانة، مشروع، أي حاجة، وفجأة لسبب أو لآخر المصدر ده وقف. إيه اللي هيحصل؟ للأسف الإجابة معروفة، كل حاجة بتقف معاه. وده بالظبط هو الكابوس اللي احنا بنحاول نتجنبه. وهنا بقى بنوصل لأكبر خطر بيواجه أغلب الناس، والمشكلة إنهم غالبا مش بيبقوا واخدين بالهم منه، وهو الاعتماد الكلي على مصدر دخل واحد بس. صدقوني، دي مش بس أكتر غلطة مالية منتشرة، دي كمان أخطرهم على الإطلاق. طيب، عشان نبقى واضحين، المشكلة مش في المصدر نفسه. يعني مش معنى كده إن الوظيفة وحشة أو المشروع فاشل. بالعكس، ممكن يكون مصدر دخل ممتاز. بس المشكلة الحقيقية هي إن الواحد بيبني كل مستقبله المالي على عمود واحد بس. تخيل كده بيت كامل قايم على عمود واحد. مهما كان العمود ده قوي، أي هزة بسيطة، هزة مفاجأة، كل حاجة ممكن تقع. والهزات أو الصدمات المفاجئة دي ممكن تيجي في أي شكل. ممكن تكون لا قدر الله مشكلة صحية مفاجئة، أو ركود اقتصادي زي اللي العالم كله بيعدي بيه دلوقتي، أو خسارة في مشروع، أو حتى مجرد تغيير بسيط في السوق يخلي شغلك مش مطلوب زي الأول. أي واحدة من دول، أي واحدة بس، كفيلة إنها تقلب الموازين المالية كلها لو كل البيض محطوط في سلة واحدة. وهنا بقى لازم نقف ونغير طريقة تفكيرنا تماما. فكرة تنويع الدخل دي مش رفاهية يا جماعة، ومش حاجة للأغنياء بس، ولا هي خطوة اختيارية عشان نزود الثروة وخلاص. لا، دي ضرورة أساسية للأمان، بالظبط زي حزام الأمان في العربية. الواحد مش بيحس بقيمته كل يوم، لكن وظيفته إنه ينقذ حياتك في اللحظة اللي هتحتاجه فيها. هو ده الأمان بالظبط. تمام. يبقى إحنا كده عرفنا الخطر وفهمنا أهمية الأمان. طيب إيه الحل بقى؟ الحل ببساطة هو إننا نبدأ نبني منظومة دخل متكاملة. يعني بدل ما يكون في ماسورة مياه واحدة بس بتغذي البيت، يبقى عندنا كذا ماسورة، شبكة كاملة. المبدأ نفسه بسيط جدا. الفكرة كلها إن يكون في أكتر من مصدر شغال في نفس الوقت بيدخل فلوس. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا جدا لازم ركز فيها. في البداية، عدد المصادر أهم من الفلوس اللي بتيجي من كل مصدر. يعني إيه؟ يعني حتى لو المصدر الجانبي ده بيجيب مبلغ صغير جدا في الأول، مجرد وجوده بيفرق، بيقلل المخاطرة بشكل مش طبيعي. طيب، خلينا نشوف إيه هي أنواع المصادر دي. أول نوع، وده اللي كلنا عارفينه، هو الدخل النشط. يعني إيه نشط؟ يعني الدخل اللي محتاج وقت ومجهود مباشر عشان يجي. الوظيفة، شغل الفريلانس، مشروع صغير الواحد واقف عليه بنفسه، ده هو الأساس والمحرك الرئيسي لمعظمنا. بس الخطر كله بيبدأ لما يكون هو ده المحرك الوحيد في المركب. بعد كده بننتقل للنوع التاني، وده بقى اللي بيبدأ يغير اللعبة فعلا، وهو الدخل شبه السلبي. الفكرة هنا إن الواحد بيتعب قوي في الأول، بيبذل مجهود كبير مرة واحدة، وبعدين الدخل بيبدأ يشتغل لوحده تقريبا من غير ما تحتاج تشتغل عليه كل يوم. زي مثلا قناة على يوتيوب أو منتج رقمي أو كورس أونلاين، بتبنيه مرة وبيفضل يجيب لك دخل. وأخيرا بنوصل للقمة، النوع الثالث اللي هو حلم ناس كتير، الدخل السلبي أو الاستثماري. هنا بقى المعادلة بتتقلب تماما، بدل ما الواحد يشتغل عشان الفلوس، فلوسه هي اللي بتشتغل عشانه، من خلال بقى استثمارات، أرباح من صناديق، حاجات زي كده. أيوة صح، العائد في الأول ممكن يكون بسيط جدا، لكن ده عامل زي كرة التلج، بيفضل يكبر ويكبر مع الوقت في الخلفية، وهو ده اللي بيبني الثروة الحقيقية على المدى الطويل. حلو أوي الكلام النظري ده، بس الأهم من كل ده إزاي نبدأ؟ إزاي نحول كل الكلام ده لخطوات عملية على أرض الواقع؟ طيب، دي خطة بسيطة وواضحة من 5 خطوات بالظبط عشان أي حد يقدر يبدأ رحلته. الخطة بسيطة ومباشرة، ركزوا معايا. أول حاجة، اختار مصدر دخل واحد بس تبدأ بيه، واحد بس. التشتيت في الأول هو أكبر عدو للنجاح. تاني حاجة، ادي للمصدر ده وقته، يعني اشتغل عليه بانتظام والتزام مش أقل من 3 ل 6 شهور عشان تبني له أساس. تالت حاجة، الهدف مش إنك تعمل فلوس كتير من أول يوم، الهدف إن الدخل ده يستقر ويبقى ثابت حتى لو كان مبلغ صغير. رابع حاجة، أول ما المصدر الأول ده يستقر، وقتها بس ممكن تفكر في المصدر التاني، مش قبل كده. خامساً، ودي القاعدة الذهبية اللي ما ينفعش ننساها أبداً، أي فلوس جديدة تيجي من المصادر دي لازم جزء منها يروح للاستثمار، لازم الفلوس تشتغل هي كمان. يعني من الآخر، السر هنا مش في السرعة أبدا. اللي بيحاول يبني 5 مصادر مرة واحدة، في الغالب مش بيبني ولا واحد فيهم صح.
السر كله في كلمة واحدة: الاستمرارية. خطوة ورا خطوة، بالراحة. طيب زي أي طريق جديد في شوية حفر أو أخطاء شائعة الناس بتقع فيها، مهم قوي نعرفها عشان نعرف نتجنبها. خلينا نتكلم عن كام فخ كده لازم ناخد بالنا منه. أول فخ هو فخ الحماس الزايد، إن الواحد يحاول يبدأ في 5 حاجات مرة واحدة وفي الآخر طاقته بتتشتت وما بيعملش ولا حاجة. الفخ التاني هو فخ الاستعجال، إننا نبقى عايزين نشوف نتائج من أول أسبوع، ولما ده ما بيحصلش بنستسلم ونقول الفكرة فاشلة. والفخ التالت وده يمكن أخطرهم هو فخ منطقة الراحة، إن الواحد يفضل مرتاح في شغله الأساسي وكل يوم يقول هبدأ بكرة، وبكرة ده ما بيجيش. مجرد إننا نتجنب ال3 أفخاخ دول، ده لوحده نص طريق للنجاح. في الآخر خالص، الموضوع ده كله بياخدنا لمفهوم أعمق بكتير للأمان المالي. الحكاية بتطلع أكبر من مجرد فلوس وأرقام في حساب البنك. الحرية المالية الحقيقية تعرفها مش إن الواحد يبقى معاه فلوس أكتر وخلاص، لأ، تعرفها الحقيقي إن الدخل نفسه ما بيوقفش حتى لو الشخص نفسه هو اللي وقف، سواء بقى وقف بمزاجه عشان ياخد أجازة أو وقف غصب عنه لظرف طارئ. إن يبقى في نظام شغال بيجيب دخل، هو ده الأمان اللي بجد. وعشان كده لازم نفتكر دايما كل مصدر دخل جديد بنبنيه مهما كان صغير وبسيط في بدايته هو بالظبط زي طوبة جديدة بنحطها في جدار الأمان المالي بتاعنا، وكل طوبة بتخلي الجدار ده أقوى وبتقربنا خطوة من حريتنا. وده يوصلنا لآخر وأهم سؤال محتاج كل واحد فينا يسأله لنفسه: يا ترى إيه هو أول مصدر دخل، أول خطوة ممكن أبدأ أخطط ليها من النهاردة؟ مش لازم تكون حاجة كبيرة، مجرد التفكير في إجابة السؤال ده ممكن يكون هو نفسه بداية الطريق كله.